في زحام العلاقات وسط ضجيج الحب والصداقة والقرابة، قد يضيع صوت داخلي خافت يهمس في أذنك: كرامتك أولاً. ذلك الصوت الذي نتجاهله أحياناً بدافع الحب أو الواجب أو الخوف من الوحدة، لكنه الحقيقة الوحيدة التي لا ينبغي المساومة عليها. إن الكرامة ليست مجرد شعور بالأنفة أو الكبرياء، بل هي جوهر الإنسان ولبه، وهي التي تعرف من نحن وتحدد كيف نعامل وما نسمح للآخرين أن يفعلوه بنا. الكرامة ليست ترفاً ولا زينة، بل حق أصيل لا يجب التنازل عنه، حتى لو كلفنا الأمر أن نخسر من نحب أو من كنا نظن أننا لا نستطيع العيش بدونهم. الكرامة لا تتجزأ، الكرامة لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن أخذ جزء منها والاحتفاظ بالباقي. هي إما أن تكون مصانة بالكامل أو مهدورة بالكامل. فحين تقبل أن يهينك أحدهم لمرة واحدة، أو تبرر لنفسك أن الموقف لا يستحق الرد حفاظاً على العلاقة، فأنت تفتح باباً لهدر كرامتك رويداً رويداً، حتى تستيقظ يوماً لتجد نفسك غريباً عن ذاتك، تائها عن جوهرك، خانعاً في علاقة لا تشبهك، وتستمد وجودها من ضعفك. لا تتنازل عن كرامتك بحجة الحب، ولا تتغاضى عن الإهانة باسم الصداقة، ولا ترغم نفسك على الصمت بدافع القرابة. العلاقات التي تتطلب منك أن تنحني كي تستمر ليست علاقات بل قيود، لكن الحقيقة البسيطة التي نغفلها أحيانا هي أن الحب لا يهان، وأن من يحبك بحق لا يهينك، لا يرفع صوته عليك، لا يحرجك، لا يكسر قلبك ثم يعود ليقول آسف، كنت غاضبا. العاطفة لا تلغي الاحترام بل تعززه. وإن اضطررت يوما إلى أن تختار بين قلب يحبك ولسان يهينك، فاختر أن تحمي كرامتك، لأن القلب قد يضعف والمشاعر قد تتغير، لكن الكرامة حين تفقد لا تسترد بسهولة. الوحدة أهون من علاقة بلا كرامة. قد يخاف البعض من خسارة الأشخاص الذين أحبهم، ويظن أنه بدونهم لا يمكن أن تستقيم حياته، لكن ما لا ندركه في لحظات الانكسار أن الوحدة الكاملة أهون من علاقة تهدر فيها كرامتك كل يوم. فما معنى أن تكون محاطاً بالناس وتشعر بأنك وحيد؟ وما جدوى علاقة تجعلك تشك في نفسك وتقلل من قيمتك وتربك سلامك الداخلي؟ الوحدة قد تكون صعبة في بدايتها، لكنها تعلمك كيف تحب ذاتك، وكيف تكون مكتفياً بنفسك، وكيف تغلق أبوابك بإحكام في وجه كل من لا يجيد الوقوف أمامك باحترام. أما العلاقة التي تخدش فيها كرامتك فهي كالحبل الذي تظن أنه يمسك بك، بينما هو في الحقيقة يخنقك ببطء. نحن لا نخسر الأشخاص حين نحافظ على كرامتنا، بل نخسر فقط من لم يقدرنا حق قدرنا، من لا يرى فيك سوى شخص يمكنه استغلال مشاعره أو تقليل احترامه، ليس جديراً بك من الأساس. فلو أن كرامتك كانت عبئاً على أحدهم، فاعلم أن وجودك الكامل كان ثقيلاً عليه منذ البداية. الخسارة الحقيقية ليست أن تغلق باباً في وجه من أهملك، بل أن تظل فاتحاً له على أمل أن يتغير، أن يصبح أفضل، أن يفيق، فتضيع أعوامك وأنت تنتظر وهماً لا يأتي. كل لحظة تهدر فيها كرامتك تأخذ من روحك شيئاً، ومن وقتك عمراً، ومن ثقتك بنفسك جزءاً. الكرامة في العمل كما في العلاقات، ليس فقط في الحب والصداقة تختبر كرامتنا، بل في أماكن العمل أيضاً. حين تجبر على الصمت أمام مدير يهينك، أو تتقبل ظلماً بدافع الحاجة، أو تساوم على نزاهتك لتحافظ على وظيفتك، فأنت تقتل في نفسك شيئاً أثمن من المال: احترامك لذاتك. صحيح أن الظروف قد تضطر البعض للصبر، لكن لا تجعل الصبر يتحول. حين تغلق الأبواب، تلك اللحظة تحديداً رغم قسوتها هي بداية تحررك الحقيقي. فحين تختار كرامتك، فإنك في الواقع تختار أن تعود لنفسك. ستتألم، نعم، ستشعر بالفراغ حتماً، وقد تضعف وتتمنى العودة، لكن تذكر: ما خذلنا إلا حين تنازلنا عن كرامتنا، وما نسينا إلا حين قدمنا غيرنا على أنفسنا. ليست قسوة بعض الناس قد يخلط بين الحفاظ على الكرامة وبين القسوة أو الكبرياء الزائف، لكن الفارق واضح. الحفاظ على كرامتك لا يعني أن تكون جامداً أو متعالياً، بل أن تكون واضحاً في حدودك، قوياً في مواقفك، حاسماً فيما تريده وتستحقه. أن تحب الناس لا يعني أن تذوب فيهم،
أن تعطيهم لا يعني أن تنسى نفسك، أن تسامح لا يعني أن تهان. كرامتك هي الميزان الذي توزن به كل علاقة وكل كلمة وكل تصرف. نهاية العلاقات ليست نهاية الحياة. قد تترك صديقاً بعد سنوات، أو حبيباً بعد وعود، أو أهلاً بعد صبر، ولا تكون النهاية سهلة. نهاية أي علاقة بلا كرامة هي بداية علاقتك الحقيقية مع ذاتك. لا تخدع بذكرياتك ولا تبرر المواقف التي آذتك. عقلك يعرف من أهانك. كن لنفسك أولاً في هذا العالم المتغير، في زمن يركض فيه الجميع خلف العلاقات والمظاهر والانتماءات. كن لنفسك أولاً. لا تنتظر من الآخرين أن يعيدوا إليك ما أهدرته من كرامتك، بل استردها بيدك، وامشي بثقة حتى لو كنت تمشي وحدك. الناس قد ترحل وقد تخذلك وقد تنقلب عليك، لكن نفسك التي اخترت كرامتها لن تخونك أبداً. فاختر كرامتك ولو كلفك الأمر أن تخسر الجميع، لأن من تجبر نفسك على البقاء معهم رغم الألم لا يستحقونك من البداية.